أهلا بكم وقناة ناصر والمستجد. أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق المصرية اليوم الأربعاء 13/5/2026. قبل ما هقول لك المستجد في الأسعار، اعمل اشتراك ولايك على اليوتيوب واعمل على التيك توك متابعة واكتب تاني في التعليق وتعالى أقول لك الكلام من البداية. أسعار الطماطم من 6 ل10 جنيه جملة، ومن 10 ل25 جنيه. قطع البطاطس من 6 ل12 جنيه جملة، ومن 10 ل20 جنيه. قطاعي بصل أبيض من 4 ل10 جنيه. قطاعي البصل الأحمر من 5 ل15 جنيه. قطاعي الكوسة من 12 ل18 جنيه جملة، ومن 15 ل20. قطاعي جزر من 10 ل15 جنيه. قطاعي فاصوليا من 12 ل20 جنيه جملة، ومن 25 جنيه ل30 جنيه. قطاعي بتنجان بلدي من 12 ل15 جنيه جملة، ومن 15 ل25 جنيه. قطاعي فلفل بلدي من 20 ل30 جنيه. فلفل ألوان من 30 ل60 جنيه. ملوخية من 18 ل20 جنيه. خيار صوب من 13 ل17 جملة وب20 جنيه. قطاعي خيار البلدي ب20 جنيه. قطاعي البامية 65 جنيه. بسلة من 35 ل40. قطاعي سبانخ من 15 ل20 للكيلو. القاس من 8 ل12 جملة، ومن 20 ل25. قطاعي بطاطا من 13 ل17. توم من 10 ل20 جملة، ومن 25 ل35. قطاعي لفت من 4 ل6 جنيه جملة، ومن 10 ل15 جنيه. قطاعي بنجر من 5 ل8 جنيه جملة، ومن 10 ل20 جنيه. قطاعي ورق عنب من 25 ل50 جنيه. قطاعي أسعار الفاكهة الكنتالوب من 15 ل25 جنيه. قطاعي البرتقال الصيف الشاموتي من 10 ل14 جملة، ومن 20 ل25. قطاعي الموز البلدي من 30 ل35 جنيه. قطاعي التفاح الأحمر من 50 ل100 جنيه للكيلو. التفاح المصري 55 جنيه للكيلو. خوخ من 40 ل50 جنيه. قطاعي كيوي من 50 ل150 جنيه للكيلو. الجوافة من 15 ل35 جنيه للكيلو. فراولة من 15 ل25 جنيه للكيلو. كمثرى 41 جملة 50 جنيه. قطاعي العنب البلدي ب60 جنيه. بلح سوي من 40 ل60 جنيه. شمام من 12 ل22 للكيلو. البرقوق ب55 جنيه. مانجا زبدة ب40 ل70 جنيه للكيلو. مانجا بلدي من 48 ل50 جنيه. الليمون من 20 ل30 جنيه.